تعالَ كده نسمع أحمد عز قال إيه وهاقول لك ليه. حسام حسن ده كانت رمية تماس عادية جدا. اللي حصل ان امام عاشور كان واقف بعيد ومالوش علاقه باللعبه فعلا، دي رمية تماس في الجنب وانا صانع الالعاب، ايه لازمه يعني ايه ابقى موجود ليه؟ بس عشان حسام مفوق فالصوره اللي بعدها قام مزعق له امام تعالى انت واقف لوحدك بتعمل ايه؟ فابتدى لما امام لما هو عندك وما عندك فلان وعندك علان، فحسام قام مزعق اكتر امام تعالى كررها، فامام قام ضارب سبرنت ما بيضربوش وهو بيلعب كوره عادي يعني ضرب له سبرنت. ما الفكره بقى بتاعت حسام ايه؟ ان لازم البلاي ميكر يكون قريب، امام سرحان لان الكوره مش في رجله، هو لعيب حريف فهو مش في الحته دي، هو في العادي ما بيركزش ماشي، انما عشان حسام مفوق وطول الماتش هو واقف على رجله مركز مع اللعيبه، فالصوره اللي بعدها هو عمل التوازن اللي في رمي التماس اللي تخليك عندك 3 على 3، فلما الكوره تتلعب زي ما هيبان في الصوره اللي بعدها يبقى امام موجود حل كصانع العاب موجود في السنتر، فهو اللي استلم الكوره قام قلبها لزيزو اللي راح عمل الاسيست لمحمد هاني، عمل الاسيست لتريزيجيه، رمي التماس يا ابن اللعيبه عايز رمي التماس يا ابن بس عشان حسام مفوق. لو حسام مش مفوق هيحصل ايه؟ هيحصل زي ما يسترب عمل في ماتش طلائع الجيش والاهلي دقيقه 89 والاهلي انا بستمخ من قعده القهوه معاكم. ماتش الاهلي وطلائع الجيش، الاهلي المفروض انه يهاجم ويضغط ويجيب اجوان، في رمي التماس في المنطقه في الناحيه الشمال خالص للاهلي. ايوه هتلاقي بعد كده امام عاشور عامل ايه؟ هو باصص بظهره للملعب اصلا. يعني هو واقف بظهره للملعب. ليه؟ لان بالنسبه لي ده مش الوقت اللي انا مركز. بالتالي لما حصلت ان الكره اتلعبت اوت كان في 2 على 3 من لعيبه طلائع الجيش، فالكره قامت راجعه لطلائع الجيش. تعالَ بقى نشوف أنا قُلت إيه على الأهلي بعد ماتش الترجي. عشوائية الأهلي بانت من أول رميات التماس، مفيش حد عارف المفروض هنعمل إيه. تعال نشوف الأوت اللي بعده، تمركز عشوائي كالعادة، وتحس إن محدش عايز الكورة، كله بيستخبى. إمام أكتر واحد ممكن يقرب للكورة، وخط التمرير كان مفتوح ما بينه وما بين هاني، ولو هاني لعب لإمام بالعمري هنبقى طلعنا بالكورة من ضغط الترجي، بس لأن أهلي ثرب بينهار تحت الضغط، هاني طفش الكورة وخلاص. الحقيقة أكيد إن هي حاجة تبسطني جدًا إن أحمد عز قال نفس الكلام على تنفيذ رميات التماس اللي بيعملها الأهلي واللي بيعمله المنتخب دلوقتي. الكلام ده أنا قايله من بعد ماتش الترجي. أحمد عز هو طبعًا قيمة كبيرة وراجل يعني رول موديل مثال يحتذى به في التحليل، وراجل كلنا نطمح إن إحنا نوصل للمستوى اللي هو وصل له. بس فما تنساش بقى تعمل اللايك والفولو والسبسكرايب.